النهاردة هنعمل الستريبس على اصوله بالطريقة الاصلية 100%. شايفين التحفة؟ اسمعوا بقى القرمشة خطيرة. شايفين ما شاء الله حاجة كده من الاخر. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجة هنجيب شرايح البانيه المتقطعة، وبعدين هنحط عليها زبادي، مايونيز، كاتشب، مستردة، توابل الفراخ، ملح، فلفل اسمر، وعصرة بسيطة من الليمون، وهنقلبهم مع بعض حلو جدا زي ما احنا شايفين كده. وهنسيبهم بقى من ساعة لساعتين في التلاجة او برا التلاجة اي حاجة. وبعدين نبدأ نجيب الدقيق بتاعنا ونبهره بنفس البهارات، بهارات فراخ، ملح، فلفل اسمر بس. وهنقلبهم كده في علبة، طبعا تكون علبة بتتقفل. وهنجيب الفراخ بتاعتنا وهننزل بكمية الفراخ كلها على الدقيق زي ما احنا شايفين كده، كل كمية. بس اهم حاجة ننزل بواحدة واحدة مفرودة، وما ننزلش على واحدة فوق التانية من غير ما تكون متبطنة بالدقيق. زي ما شايفين انا حتى لو نزلت على التانيين فوقيهم بيبقى عليهم دقيق كده زي ما احنا شايفين. ونبدأ بقى نحط الكمية كلها ونغطيهم ونديهم بقى تقليبة حلوة محترمة بالعلبة بتاعتهم كده زي ما هنشوف مع بعض. هغطيها وابدأ بقى اقلب ترجي بقى، ترجي جامد جدا علشان كله يتبطن حلو جدا. بقيت بقى التتبيلة بتاعت الفراخ هنحط فيها مية ساقعة متلجة، ويا ريت كمان لو نزودها تلج كمان فوقيها علشان عايزين مية ساقعة جدا. وبعدين نبدأ بقى نطلع الفراخ بتاعتنا من الدقيق، ننفضها من الدقيق ونرجعها على المية المتلجة دي. طبعا المية مش محتاجة تتبهر ولا حاجة. وبعد ما ننقعهم كلهم في المية نرجعهم تاني بنفس الطريقة على الكفر بتاع الدقيق زي ما احنا شايفين. وبرضو نبدأ نرج تاني حلو جدا. وبعد كده نطلع بقى واحدة واحدة ونرجها بايدينا بقى، ننفضها حلو قوي علشان نديها الشكل الكريسبي الحلو بتاع الفراخ. شايفين التحفة؟ خطيرة خطيرة خطيرة. في زيت سخن بقى جدا هنبدأ ننزل بالفراخ بتاعتنا علشان نحمرها. ولازم يكون الزيت غزير، يعني يكون مغطيها فوق وتحت. هتلاقوها اتحمرت معاكم فوق وتحت، ممكن ما تحتاجوش تقلبوها كمان. هنقلبها زيادة تأكيد للتسوية. ما بتاخدش 5 دقايق على النار خالص، تاخدش وقت نهائي، وتلاقيها اتحمرت وبتبقى كريسبي 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 جدا بجد خطيرة كده. خلاص اهي اتحمرت معانا ما شاء الله. لازم بقى نطلعها على مصفى، ما ينفعش نطلعها على مناديل ولا على طبق ولا على اي حاجة. شايفين التحفة والجمال؟ وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.